كشفت معطيات توصلت بها جريدة العمق المغربية أنه خلال الأيام الماضية نقلت ميليشيات البوليساريو معدات من منطقة تيفاريتي نحو منطقة الحوزة، ومنعت قوات المينورسو من القيام بعملها في المنطقة منذ أن أعلنت الجبهة الانفصالية عن إسقاط اتفاق وقف تبادل النار. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة على الميدان، إذ من غير المستبعد أن تعرف الخطوات الميدانية والعملياتية تطورات متواترة قد تسفر عن تغيير جذري على مستوى المواقع الميدانية بالمنطقة العازلة لصالح المغرب، ويتزامن هذا مع التعزيزات العسكرية التي بدأ فيها المغرب على طول الجدار الأمني. معطيات أخرى تفيد أن القوات المسلحة الملكية ما زالت في مواقع الدفاع ولم تمر بعد إلى مرحلة الهجوم، كما أن القوات المسلحة الملكية لم تحرك بعد أي قطعة من قطع السلاح الجو الذي من شأنه أن يحسم الوضع في ظرف وجيز، خاصة أن جميع المواقع التي تعسكر بها ميليشيات البوليساريو محددة ومضبوطة بشكل دقيق بفضل منظومة المراقبة المتطورة الذي يتوفر عليها المغرب. وتشير توقعات المراقبين إلى أن المغرب قد يقدم على عمليات عسكرية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تطويق المنطقة العازلة برمتها لتطهيرها كما طهر معبر الجرجرات، وهو ما يعني إجبار البوليساريو على العودة إلى مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية. وتأتي هذه التطورات في ظل الأوامر الصارمة التي تلقتها القوات المسلحة الملكية للتعامل بصرامة وحزم للتصدي لأي تحرك كيفما كان في المنطقة العازلة. وفي هذا السياق سبق للمسؤول الأمني السابق في البوليساريو مصطفى سلمى ولسلي مولود أن كتب في تدوينة لها على صفحته في الفيسبوك أنه إذا كان غلق طريق الجرجرات قد أعطى للمغرب مشروعية مد الحزام الدفاعي إلى الحدود الموريتانية، فقد يؤدي استمرار قصف نقاط في الحزام الدفاعي المغربية إلى أن يقوم المغرب بخطوة مشابهة ويستكمل الحزام الدفاعي في قطاع بيرلحلو ليصل إلى الحدود الجزائرية الموريتانية، وتبقى البوليساريو محصورة داخل التراب الجزائري. وأوضح سلمى أن البوليساريو عليها أن ترضى بالواقع الجديد ولن يفيدها الشحن العاطفي للصحراويين ولا ضربات هنا وهناك، مشيرا إلى أن هذه الضربات ستضرها أكثر ما ضرها قطع طريق الجرجرات. وأكد أن تصرفات البوليساريو أعطت للمغرب الشرعية الدولية في ضم كل منطقة الجرجرات وراء الحزام الدفاعي بسبب سوء تقديرها. وأضاف أن المغرب تحمل الخسارة لمدة 3 أسابيع لكسب مشروعية تدخل لضم منطقة الجرجرات خلف الحزام. وارتباطا بهذه التطورات قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو تلقت تقارير من المغرب وعصابة المرتزقة تفيد بوقوع قصف ليلي في مناطق متفرقة على طول الجدار الأمنية. وأضاف دوجاريك بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن بعثة المينورسو تواصل حتى الأطراف على ضبط النفس واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لنزع فتيل التوتر بالمنطقة، كما تواصل مراقبة الوضع عن كتب. وجدد الملك محمد الثالث التأكيد خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. وشدد الملك على أنه بالحزام ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها. بعث رئيس برلمان عموم إفريقيا روجين غودو دانغ برسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي
للفت الانتباه إلى مناورات النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا الجزائري جمال بوراس المناهضة لمصالح المملكة المغربية. وكتب دانك في رسالة أن التجاوزات الاستبدادية للنائب الجزائري الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا جمال بوراس الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة دون تناوب تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم إفريقيا. وأكد الرئيس أن جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق والإجراءات التي تنتهك النصوص السارية لا يمكن اعتبارها على أنها تعكس موقف برلمان عموم إفريقيا أو هيئاته الشرعية. وأشار السيد نغودو دانغ إلى أن البرلمان لم يعقد أي جلسة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 28 الفقرة 1 التي تنص على أن يعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين على الأقل خلال فترة 12 شهرا، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي للتدخل فورا. وأوضحت الرسالة أن ولاية الرئيس روجي نغودو دانغ المنتخب ببرلمان عموم إفريقيا في 10 ماي 2018 لمدة 3 سنوات تم تعليقها مؤقتا بسبب الانتخابات التشريعية التي أجريت في بلاده في شهر فبراير الماضي، مسجلة أن السيد نغودو دانغ سيستأنف مهامه خلال جلسة ماي. أقدم المغرب على تعزيز تواجده العسكري في بعض المناطق الحدودية مع الجزائر وعلى طول الجدار الأمني الذي يفصل المملكة المغربية مع موريتانيا. وحسب معطيات صحفية نشرها موقع الصحيفة فقد تم إرسال العديد من المعدات العسكرية إلى الجنوب المغربي خلال ال3 أيام الماضية، كما تم تعزيز نقاط التماس الحدودي بمركبات عسكرية ثقيلة، هذا في الوقت الذي تم تكثيف الطلعات الجوية لطائرات استطلاع تابعة للجيش المغربي للقيام بمسح شامل للحدود المغربية شرقا وجنوبا. ويعتمد الجيش المغربي في جزء مهم من الرصد والمراقبة على القمرين محمد السادس ألف ومحمد السادس باء اللذان لهما مهام عسكرية خاصة بالرصد والتقاط صور فائقة الدقة، حيث قال الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي في تصريح سابق لوكالة الأناضول التركية إن القمر الصناعي محمد السادس باء له قدرة على مراقبة مناطق جغرافية كبرى قد تشمل دول الساحل بأكملها، أي على مساحة بنحو 7,700,000 كيلومتر مربع، وقد تصل إلى الحدود مع السودان. كما بإمكان هذا القمر الصناعي التقاط 500 صورة يوميا وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية، وهي المعطيات التي استعان بها الجيش المغربي بشكل كبير لرصد تحركات عناصر المرتزقة بدقة عالية، منحت للقوات المسلحة الملكية ميزة استباقية لتحركات عناصر البوليساريو الذين يجتمعون على شكل مجموعات صغيرة في نقاط مختلفة وراء الجدار العازل على مسافة تفوق 5 كيلومترات. وفي سياق مرتبط شهدت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات الشاحنات الكبيرة التي تحمل سيارات ومعدات عسكرية ثقيلة متوجهة إلى الجنوب المغربي لتعزيز التواجد العسكري للقوات المسلحة الملكية وإعادة الانتشار الذي فرضه تدخل الجيش المغربي بمحيط معبر الجرجرات وإنشاء جدار رملي وصخري عازل لغلق الثغرات على طول الحدود مع الجزائر وموريتانيا لمنع أي تسلل مستقبلي إلى معبر الجرجرات. وحسم الملك محمد السادس في الوضعية المستقبلية لمعبر الجرجرات الحدودية، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أن تحركات ميليشيات عصابة البوليساريو بمنطقة الجرجرات غير مقبولة، وأنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمم المتحدة تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، وقامت بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعادت انسيابية حركة التنقل لمعبر الجرجرات الحدودية مع موريتانيا. كما شدد الملك في اتصاله مع أنطونيو غوتيريش على أن المملكة تظل وبالحزم ذاته عازمة على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.
أفاد تقرير صادر عن اللجنة الخارجية بمجلس النواب أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة أخبر أعضاء اللجنة عن استمرار مقاطعة المغرب لاجتماعات وزراء خارجية ما يسمى باتحاد المغرب العربي. وحسب التقرير فقد أكد بوريطة على أن المغرب معترض على اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي لسبب وحيد، وهو عدم وجود تصور وخطة عمل واضحة لتحقيق حلم المغرب العربي اعتبارا للظروف التي تعيشها المنطقة خصوصا عدم الاستقرار، مؤكدا على وجوب وضع تصور واضح حول أي مغرب عربي نريده خاصة في هذه الظروف، يضيف الوزير. وعبر بوريطة عن عميق الأسف من استمرار جمود اتحاد المغرب الكبير بفعل واقع التفرقة والانشقاق داخل الفضاء المغربي، وبقاء العلاقات المغربية الجزائرية في هذا الوضع الغير الطبيعي والغير المقبول. وأشار بوريطة إلى أن الملك محمد الثالث أكد استعداد المغرب للحوار المباشر والصريح مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، واقترح لهذه الغاية إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، وبقائه منفتحا على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين.